السلام عليكم متتبعين العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المليويات لعيد الفطر ان شاء الله يا ربي. صراحه كيجيو في الطبله زوينين وفي نفس الوقت راه بنان. هنايا كيف كتشوفوا عندي واحد 500 غرام مقسومه من بين الفرص ومن بين فينو، وعندي واحد المعلقه ديال الخميره ومعلقه ديال السنيده وشويه ديال الملحه، غير معلقه صغيره. بالنسبه للخميره راني ما درتش معلقه كامله، درت غير شويه ديال الخميره حبيبات، غير شويه اللي درت غير باش تجيني العجينه دايره رطبه. وهنايا كيف كتشوفوا العجينه راه كتكون شويه جاريه، يعني ما كتكونش قاصحه العجينه، خاصها تكون شويه بحال هكا كيف كتشوفوا. وتنخدمها مزيان، كنحاول انني نعركها مزيان ونديرها في بلاستيكه. وهنايا كنجيب واحد زلافه كيف كتشوفوا، كندير فيها واحد شويه ديال الفينو. كيف القاعده هاد الطريقه راها كتستعملها في الملوي ديما. انا صراحه الله هادي الطريقه ديالي. غير هاد الملوي غادي نزيد فيه الزبده، اما في اليامات العاديه كندير غير هاد الخميره والزيت والفينو، ولكن في هذا غادي نزيد فيه الزبده مع هاد الخليط. كيف كتشوفوا انا درت هنايا الزبده ذوبتها غير شويه، يعني ماشي بزاف، خليتها مازال كيف كتشوفوا انها باقا شاده في راسها. غادي نخلط كلشي بين داك الفينو وشويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده وديك الخماره ديال الحلوى. غادي نخلطهم كاملين كيف كتشوفوا. الا جاكم الخليط هكا هنايا ثقيل تقدروا تزيدوا ليه مازال شويه ديال الزيت. وبالنسبه لهذا الخليط البنات راه واخا يبقى راه تخدمي به مره تانية، يعني يقدر يبقى عندك واحد يومين ولا 3 ايام راه ما كيخسر، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه. وهنايا كيف قلت لكم انا خليت العجينه ديالي في بلاستيكه ترتاحت مزيان، تقريبا واحد نص ساعه انا مخليها في البلاستيكه. وهنايا غادي نجيبها دابا باش نديرها باش نقطعها. هانتوما كيف كتشوفوا راه العجينه كتجي دايره مطلوقه، ما كتجيش قاصحه، كتجي شويه مطلوقه على العجينه ديال المسمن العادي اللي مولفين كنديرو، كتجي شويه هكا مطلوقه عليها. كنزيد ليها هنايا غندهن يدي بالزيت. هانتوما كيف كتشوفوا كنحاول نديرها نحركها شويه، وغادي ندهن يدي بالزيت باش نقطعها. هي راه العجينه باش ما ارتاحت باش ما كتعاونك في الخدمه، كثرين المسمن باش ما ارتاحت العجينه ديالو باش ما كتعاونك. انا هنا غادي نقطعهم صغيورين، هنا تاني كيبقى لكم نتوما الاختيار، كاين اللي كيبغيهم كبار، كاين اللي كيبغيهم متوسطين، كاين اللي كيبغيهم صغيور، ولكن انا كنفضلهم هكايا صغيورين. صراحه الحاجه صغيره تجي حتى بنادم كيبغي ياكل يقدر ياكل وحده، يقدر ياكل جوج على حسب هو الاستطاعه ديالو. ماشي بحال ملي كتكون كبيره يقطع منها ويخليها. انا صراحه ما كيعجبنيش الحال لان غادي تلاح، لان ما يجيش واحد اخر وغياكلها غادي تبقى تما صافي غادي تلاح. لهذا يستحسن ديما حاجه صغيره. بغى بنادم يزيد راه هو حر، المهم كياكل داكشي اللي قاد عليه. هنا كيف قلت لكم راني قطعتهم صغيورين، مازال غادي نعاود نرجع نقادهم مازال كاملين هاد الكرات. كنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. وهنايا كنحاول انني نسرحهم بالزيت كيف كتشوفوا، كندهن بشويه ديال الزيت، هي باش كندهن وكنحاول انني نسرحهم. هنا راه كانت عندي واحد شويه ديال العجينه فوق سطح العمل، غادي تقطع ليا العجينه، لان ديك العجينه اللي كانت لاصقه تم ما حيدتهاش وغادي تقطع ليا العجينه كيف كتشوفوا. المهم غادي نحاول معاها. المهم كيف قلت لكم ضروري ما ديروا شويه ديال الزيت باش غادي يعاونكم. كتهزي هاد الخليط كديري في وسط منها، في وسط من ديك العجينه ديالك، ونقادها على هاد الطريقه. هانتوما كيف كتشوفوا بحال الشكل ديال المليويات عاديين، غير هادو كنديروهم مرولين باش كيجيو مفشفشين. وكنحاول هكايا نسرحها عاوتاني وندير تاني شويه ديال الخليط فوق من هادي، فوق من هاد الواجهه تاني ندير تاني شويه ديال الخليط صافي. كنبقى نروليها كيف كتشوفوا هكايا. بحاولوا انكم ما تزيروش العجينه،
يعني خشي صبعك من هاد الجهه ومن هاد الجهه وجر، عاوتاني وجر، ديما خشي صبعك في الجناب وجر العجينه، وداكشي اللي كيبقى في الاخراني راه كتسدي به، كتردي من هاد الجهه ومن هاد الجهه وتسدي به وتحطيها باش ترتاح، لان ملي غادي ترتاح عاد غادي تقاد ليها الفورمه ديالها. كنبقى مستمره على هاد القضيه. انا نزيد واحده اخرى معكم حتى هي نفس الطريقه، كتسرح كدير لها شويه ديال داك الخليط، وقلت لكم الخليط الا جاكم ثقيل تقدروا تزيدوا له شويه ديال الزيت، كتدهنيها كامله بهذاك الخليط، وكتعاودي نفس الطريقه اللي درنا في الاول هي اللي كديري عاوتاني. راه كيجيو ساهلين وما كيشدوش اليد البنات، راه دغيا كيوجدوا. انا صراحه الله في قريب المغرب فاش صايبتهم ودغيا وجدوا، يعني ما شدوش ليا الوقت، غير الوقت اللي غادي يبقاو لك هي ديك نص ساعه اللي غادي تخليهم يرتاحوا في المره الاولى، اما لا في طيابهم ولا في هكايا في الخدمه ديالهم راه ساهله ودغيا. وكيف قلت لكم راه كتخشي هنايا الصباع ديالك وفي هاد الجهه وفي هاد الجهه وتجري العجينه اللي عندك باش كتحل، وصافي داك الجنب اللي بقى التحتاني راه كنديروه من هاد الجهه ومن هاد الجهه ونحطوه. هانتوما صافي كنحاول انني نخدم داكشي كامل اللي عندي، وبعد ما ساليتهم، بعد ما ساليت داكشي كله اللي عندي، هانتوما كنسرحهم غير شويه، يعني ماشي بزاف لان مرتاحوا. هانتوما راه كيجيو ساهلين انكم دغيا غير كتمسها غير بيديك دغيا كتسرح، لان كيكونوا ارتاحوا مزيان. وكندير المقله كتسخن كنرشها بشويه ديال الزيت، هذه من طبيعه الحال ضروري. كنحطهم كنخليهم هنايا حتى كيبانوا لك هاد البقالات دايرهم في الجناب. هانتوما هذه هي الطريقه ديالو انه ناجح، ملي كيبان لك هاد المفرقعات دايرهم في الجناب كيف كتشوفوا. صافي كتبقى تدوري. هانتوما غير هو السر ديال الملوي كيف ما بغى يكون، يا هذا يا العادي يا داك المربع يا كل شيء، ملي كتحطي مليويه هكا ملي كتقلبيها حاولي انك تبركي عليها شويه دوريها، لان باش ما كتبركي عليها وكتدوريها كتاخذ داك اللون الذهبي وكتقاد ليها الطياب كامله. هانتوما انا راه بقوه كمولفه انني ندور بيدي، راه نسيت بان عندي هادي باش كيقلبوا، انا حاطاها فوق من هاد الملويات اللي انا مطيباهم ومشيت كنحرك بيديا، لانه ولفت نحرك بيديا. كيف قلت لكم الملويه ضروري ما توركي عليها وتحركيها، ديما وركي عليها وحركيها في المقله باش كتاخذ داك اللون ديالها ذهبي، وكتجي كيجيها الطياب كامل مقاد لا في الجناب ولا في كل شيء. هاد الطريقه، هاد الطريقه هي اللي ديروا ليها هكايا، حركوها دائما ملي تحطوا الملويه حركوها، بركوا عليها وحركوها، راه حتى هكا كتنفخ به الملويه باش كياخذ هاد اللون هكايا كامل، كتجي فيه الطياب كامل كامل كله، تيجي كله طياب ديالو مقاد. نتمنى هاد النصائح يكونوا نالوكم وراقوا لكم ونالوا الرضا ديالكم وديروا بهم، وان شاء الله يصدق معكم الملوي. صراحه هذا راه من اول تجربه غادي يصدق ليك، لان راه ساهل كيف قلت لكم. انا اللي عندي المقله كبيره درت 4 ب4 كيف كتشوفوا، راه تيجيو تيتنفخوا، يعني الملوي هو اللي تنفخ. كيف قلت نتمنى ان الاعجاب ديالكم. هذا هو الملوي ديالي بعد ما وجد، بعد ما حطيته هنايا في الطبيصيل. هانتوما راه كيجي مورق ديك التوريقه اللي بغيناها، ها هويا. وفي نفس الوقت راه بنين البنات، وواخا يبات يومين و3 ايام و4 ايام والله الا كيبقى نفس الطراوه ديالو كيف كتشوفوه دابا، راه تيبقى بحال هكايا 3 ايام 4 ايام، الا كيبقى بحال هكايا تصايبيه وتحطيه في الثلاجه وقت ما بغيتي تهزي منه راه كيبقى هو. وفي نفس الوقت كي قلت لكم راه ما تياخذش الوقت، يعني ما كياخذ لا الوقت لا العذاب، يعني ما كيعذبكش، يعني غير كتجمع العجينه كديرها في بلاستيكه وتخليها ترتاح وتجي تقطعيها بحال هكايا وتصايبيها وتحطيها تحطيها عندك في الثلاجه. كنتي غتحتفظي به في الثلاجه راه كتخليه كطيبي غير نص طيبه، يعني راه ما كتخليش يتحمر بحال هكايا. كنتي غتحطي ديك الساعه من طبيعه الحال كتكملي ليه الطيب ديالو. نتمنى الى الاعجاب ديالكم وعدكم مبارك سعيد.